في أعماق جبال الشرق الأوسط، حيث تتلاقى رمال الصحراء مع صخور شاهقة بلونها الوردي الفريد، تقف مدينة البتراء كشاهد صامت على حضارة غامضة امتدت لآلاف السنين. تعرف البتراء التي تقع في جنوب الأردن قرب محافظة معان باسم المدينة الوردية نسبة إلى لون صخورها الرملية الطبيعي. وهي ليست مجرد موقع أثري، بل قصة حية تجمع بين الجمال الطبيعي، البراعة الهندسية، والأسرار التاريخية التي لا تزال تثير الدهشة حتى اليوم. تبدأ قصتها في أعماق التاريخ، منذ العصور ما قبل التاريخ، مرورا بعهد الأنباط الذين جعلوها عاصمة إمبراطورية تجارية مزدهرة، ثم الفتوحات الرومانية والعصور البيزنطية والإسلامية، قبل أن تنسى لقرون وتعاد اكتشافها في العصر الحديث. دعونا نروي قصتها بالتفصيل، مستعرضين كل مرحلة من مراحلها، مع الغوص في التفاصيل الثقافية، الاقتصادية، والأثرية التي تجعلها واحدة من عجائب العالم. تعود جذور البتراء إلى آلاف السنين قبل الميلاد، حيث كانت المنطقة موطناً للبشر الأوائل في العصر الحجري الحديث. اكتشفت الحفريات في المنطقة بقايا مستوطنات بشرية تعود إلى العصر النخاسي والبرونزي، حيث كان السكان يعتمدون على الزراعة البسيطة والرعي في الوديان الخصبة المحيطة بالجبال. وفقاً للأدلة الأثرية، بدأ الاستيطان المنظم في البتراء خلال القرن الثامن عشر قبل الميلاد، أثناء عهد الأسرة الثامنة عشرة في مصر القديمة، حيث ذكرت النصوص المصرية وجود قبائل بدوية في المنطقة. كانت البتراء موقعاً استراتيجياً بين البحر الأحمر والبحر الميت، مما جعلها نقطة عبور طبيعية للقوافل التجارية المتجهة من شبه الجزيرة العربية إلى الشام ومصر. في القرن الرابع قبل الميلاد، وصل الأنباط، شعب عربي بدوي من شمال الجزيرة العربية، إلى المنطقة، واختاروا البتراء كمركز لهم بسبب موقعها المحمي داخل حوض جبلي محاط بممرات ضيقة. لم تكن البتراء مجرد ملاذ آمن، بل كانت تحتوي على مصادر ماء طبيعية من الينابيع والأمطار، مما ساعد الأنباط على تحويلها إلى مدينة مزدهرة. بحلول القرن الثاني قبل الميلاد، أصبحت عاصمة مملكة الأنباط، التي امتدت من جنوب الشام إلى شمال الحجاز. بلغت البتراء ذروتها خلال عهد الأنباط، الذين حولوها إلى مركز تجاري عالمي. كان الأنباط تجاراً ماهرين، يسيطرون على طريق البخور الشهير، الذي كان ينقل التوابل، اللبان، والمر من جنوب الجزيرة العربية إلى روما واليونان. فرضوا ضرائب على القوافل مقابل الحماية والماء، مما أثرى خزائنهم وسمح ببناء مدينة مذهلة. في عهد الملك أريطاس الثالث، توسعت المملكة، وأصبحت البتراء مدينة يسكنها حوالي من 20 إلى 30 ألف نسمة. أبرز إنجازهم الهندسي هو نظام الري المتقدم، قنوات منحوتة في الصخور لجمع المياه المطرية، وسدود لتخزينها، مما حول الصحراء إلى واحة خصبة. عمارة الأنباط فريدة، منحوتة مباشرة في الصخور الرملية الوردية. أشهرها الخزنة، واجهة شاهقة ارتفاعها 40 متراً، منحوتة كقبر ملكي أو معبد، وتعتقد أنها بنيت في القرن الأول قبل الميلاد. كما بنوا المسرح الذي يسع 8500 شخص، والدير، مبنى هائل ارتفاعه 45 متراً يتطلب صعود 800 درجة للوصول إليه. ثقافتهم مزيج من العناصر العربية واليونانية الهلينية، مع عبادة آلهة مثل ذو الشرى والعز. كانوا يتحدثون الآرامية النبطية، وطوروا خطاً كتابياً أثر على اللغة العربية لاحقاً. خلال هذا العصر، شهدت البتراء صراعات مع الرومان، مثل محاولة بومبيوس غزوها عام 63 قبل الميلاد، لكنها حافظت على استقلاليتها حتى عهد أريطاس الرابع، الذي شهد ازدهاراً فنياً وتجارياً. في عام 106 ميلادي، غزا الإمبراطور الروماني تراجان المملكة النبطية وضمها إلى الإمبراطورية، محولاً البتراء إلى جزء من مقاطعة عربية البتراوية. لم يدمر الرومان المدينة، بل طوروها، مضيفين طرقاً مرصوفة، أعمدة، ومباني عامة. أصبحت البتراء مدينة رومانية مزدهرة، مع مسرح روماني موسع ومعابد جديدة. خلال هذا العهد، بلغ عدد سكانها ذروته، وأصبحت مركزاً للتجارة الرومانية مع الشرق. ومع ذلك، بدأ التراجع مع نقل طرق التجارة إلى تدمر في سوريا، مما أضعف اقتصادها. في عام 363 ميلادي، دمر زلزال مدمر جزءاً كبيراً من المدينة،
مما أدى إلى هجرة بعض السكان. مع انتشار المسيحية في القرن الرابع الميلادي، تحولت البتراء إلى مركز أسقفي بيزنطي، مع بناء كنائس مثل كنيسة البتراء الزرقاء، التي اكتشفت فيها مخطوطات محروقة تعود إلى القرن السادس. دمر زلزال آخر عام 551 ميلادي المزيد من المباني، مما سرع من الانحسار. مع الفتح الإسلامي في القرن السابع، أصبحت البتراء جزءاً من الدولة الإسلامية، لكنها فقدت أهميتها التجارية. خلال العصور الوسطى، استخدمها الصلاحيون كقاعدة عسكرية أثناء الحروب الصليبية، وبنوا قلعة صغيرة على جبل هارون. بحلول القرن الثاني عشر، أصبحت المدينة شبه مهجورة، وغطتها الرمال تدريجياً، مع بقاء بعض البدو المحليين فقط. انهارت البتراء تدريجياً بسبب مزيج من العوامل: الزلازل المتكررة، تغيير طرق التجارة نحو البحر، والصراعات السياسية. بحلول القرن الثامن، أصبحت مهجورة تماماً، وغطتها الرمال لقرون، محولة إياها إلى أسطورة محلية بين البدو. كانت تعرف باسم الرقين في النصوص الإسلامية القديمة، لكنها بقيت مجهولة للعالم الخارجي. أعيد اكتشاف البتراء عام 1812 على يد المستكشف السويسري يوهان لودفيغ بوركهار، الذي تنكر كمسلم يدعى إبراهيم بن عبد الله للوصول إليها، مدعياً أنه يريد زيارة قبر النبي هارون. وصفها في مذكراته كمدينة مذهلة منحوتة في الصخور، مما أثار اهتمام العالم. في القرن التاسع عشر، زارها مستكشفون آخرون مثل ديفيد روبر، الذي رسم لوحات شهيرة لها. مع استقلال الأردن عام 1946، بدأت الحفريات المنظمة، واكتشفت آلاف المواقع الأثرية، بما في ذلك المعابد والمقابر. في عام 1985 أدرجتها اليونسكو في قائمة التراث العالمي، وفي 2007 اختيرت كواحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة عبر استطلاع عالمي شارك فيه ملايين الأشخاص. تعد البتراء اليوم وجهة سياحية رئيسية تجذب ملايين الزوار سنوياً، وتدار من قبل سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي. أثرت الثقافة الشعبية، خاصة في أفلام مثل إنديانا جونز والحملة الصليبية الأخيرة، حيث صورت الخزنة كمخبأ للكأس المقدسة. تثير أساطير محلية عن كنوز مخفية في المقابر، ويعتقد أنها مرتبطة بقصة أصحاب الرقيم في القرآن الكريم. ومع ذلك، تواجه تحديات مثل التآكل الطبيعي، الفيضانات، والسياحة المفرطة، مما دفع إلى جهود حفظ دولية. اكتشافات حديثة مثل فيلا الزنطور عام 2022 تكشف عن طبقات جديدة من التاريخ، مما يجعل قصة البتراء مستمرة في التطور. هكذا تظل البتراء قصة حية تجسد قوة الإنسان في مواجهة الطبيعة، وسر الازدهار والانهيار في حضارات الشرق الأوسط.